يا رب تكونوا دايما بخير ومحافظين على الدايت وماشيين تمام. النهارده هعمل لكم حلقه بسيطه كده سريعه، اكله حلوه في الجو الحار اللي احنا فيه دوت. وان شاء الله باذن الله هعمل لكم نوعيه فيديوهات زي كده كتير. هنتجه بقى شويه للطبيخ. الناس طبعا في البيت حوالينا بياكلوا طبيخ بقى ومحمر ومشمر وحاجات كده بعيد عن الدايت. احنا طبعا نقدر نعملها بالطرق بتاعتنا دايت، وتبقى خفيفه في نفس الوقت، تبقى سعراتها اقل بكتير من اللي معموله بقى بالسمنه البلدي والحاجات اللي تودي في داهيه دي. فالنهارده ان شاء الله هبدا معاكم باكله انا بحبها جدا جدا جدا، باميه ويكا. هعمل لكم الباميه ويكا بطريقه حلوه جدا وسهله وطعمها حلو جدا، وهعمل جنبها ان شاء الله لحمه محمره وطبق سلطه محترمه. هعمل لكم ان شاء الله باذن الله حلقات مخصصه عن السلطه، دريسنج بتاعها او التتبيله بتاعتها هوريكم تتعمل ازاي، بس طبعا مش النهارده، ده بقى ليها حلقات خاصه بيها ان شاء الله. يلا نبدا مع بعضينا ان شاء الله. معانا حوالي كوبايتين شوربه منزوعين الدسم. منزوعين الدسم يعني ايه؟ يعني بنسلق اللحمه عادي زي ما بنسلقها، وبعدين بتهدى بنحطها في التلاجة. مع الوقت بتعمل طبقه عامله زي طبقه السمنه كده، بنشيلها مره وتعمل تانية التالتة لغايه ما تفقد الدهون بتاعتها تماما. انا طبعا الشوربه بتاعتي دي ما فيهاش دهون، لان انا عامله شوربه لحمه حمراء مش دسمه. تمام. ومعانا طبعا الاساسي في الوصفه دي الباميه. الباميه الويكا بتبقى اللي هي الحجم ده، الطول ده. تمام. الصغننه خالص دي اللي بنعملها بالصلصه والدمعه بقى والكلام ده، لكن هي دي الباميه الويكا، وهوريكم بنقطعها ازاي قصادكم ان شاء الله. توم، كربوناتو، ماجي، كزبره ناشفه، فلفل اسود، وطبعا اللحمه بتاعتي المسلوقه. دي القطعه دي والصغنونه دول حصتي في الغدا النهارده. وطبعا الملح. هنبدا مع بعضينا واحده واحده، هوريكم هنعملها ازاي. هنجيب بوله كده ونقطع فيها الباميه الويكا كده تقطيع تخين مش رفيع اهو. تمام اهو كده اهو. قطعنا الباميه اهو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. تمام. شرايح كده، ما تبقاش رفيعه قوي ولا تخينه قوي. تمام. هنجيب بقى الشوربه اللي عندنا نحطها هنا اهي. تمام. ونرفعها على النار. هي غليت. تمام. هنجيب الثوم اللي عندنا نحطه فيها. ثوم النية زي ما بيقولوا. تمام. دي بتديها بقى ريحة حلوة جدا وطعم حلو قوي. الثوم اللي عندي. الفرق بين دي وبين اللي هي العادية اللي بناكلها ان دي هتبقى من غير طشة. ممكن تروحوا جايبين شويه تومه كده مثلا وتحطوا عليها مثلا معلقه سمنه بلدي صغيره ومعاها الكزبره وخلاص. بس انا ما بحبش يعني بسكيب الحته دي خالص، ما بعتبرهاش يعني موجوده، لان انا مش عايزه اي دهون خالص. مش عايزه في الوصفه دي يبقى في اي دهون خالص. هنحط معانا الفلفل الاسود والكزبره اهو. تمام. وهنحط مكعب الماجي، ممكن تستغنوا عنه زي ما انتوا عايزين. انا مش هحط الملح دلوقتي الا بعد ما الماجي يدوب خالص، ساعتها اقرر انا احط ملح ولا ما احطش، زي ما احنا شايفين اهو. تمام. هنحط الباميه اللي عندي على حسب بقى الشوربه عندي هتاخد باميه قد ايه. اوكي. ممكن نخلط كله، ممكن نصه. هي عامه حجمها بيقل بعد ما بتتسلق. تمام. هنقلب بقى الكلام الحلو ده. تمام. وهسيبها شويه. هي شويه كده تلاقيها عملت رغاوي لوحدها وعليت، ده طبيعي. لما تعمل بقى الحته بتاعت الرغاوي دي هوريكم هنعمل ايه بالظبط. خليكم معايا. اثناء ما الباميه بتكون بتتسلق او بتتسبك يعني زي ما بيقولوا،
هنحط اللحمه، مش حاطه في الطاسه اي حاجه ولا اي ماده دهنيه. نحط اللحمه هنشوحها، يعني هنديها لون، يعني كايحاء ان هي اتحمرت. السمنه البلدي بقى وتحط لها مش عارفه ايه فلفل اسود وملح والكلام ده. هوريكم شكلها لما تتشوح تبقى عامله ازاي. ده شكل الباميه دلوقتي ابتدت تعمل رغاوي. هنعمل ايه بقى؟ هوريكم تركايه صغننه وهي بتعمل كده. هنحط لها كربوناتو. ليه كربوناتو؟ عشان خاطر بتحافظ على لونها الاخضر ويبقى شكله حلو، ما تصفرش مننا ويبقى شكلها وحش. زي ما احنا شايفين هي ابتدت رغاوي تعلى، ده شيء طبيعي جدا. واحده واحده هوريكم هنعمل ايه. قلبنا اللحمه زي ما احنا شايفين واخده اللون اهو لذيذ، واحده واحده لغايه ما نوصل للشيب او الشكل اللي يحسسني ان هي بقى متحمره في السمنه البلدي والكلام ده. انا بعتمد على الدهون اللي موجوده في اللحمه، نسب بسيطه قوي بتفرق معانا كتير في الشكل وفي الطعم طبعا. تمام. اللحمه اهي زي ما احنا شايفين اتحمرت من غير ولا نقطه زيت، ولا نقطه زيت واحده والله. تمام. خدت الشكل الحلو اهو، الواحد مبقاش حاسس بالذنب وهو بياكلها. تمام. هوريكم دلوقتي بقى شكل الباميه الويكا، هنعمل فيها تركايه حلوه جدا. معانا الباميه الويكا هنعمل فيها كده. بس هي استوت، هنديها هرستين كده بسيطه بالهراسه بتاعت البطاطس، وممكن لو عندك الهاند بلندر. بس انا واحده من الناس ما بحبش الباميه الويكا تبقى يعني مهريه خالص، لا بحب يبقى فيه قطع كده، بتبقى حلوه ومشبعه جدا جدا. انا باكلها بالمعلقه على فكره، يعني ما باكلهاش بالعيش. تمام اهي زي ما احنا شايفين اهو. وطبعا هنحط لها الملح، بس معلش انا بصور وبعمل في نفس الوقت. هنحط لها الملح ونقدمها زي ما احنا شايفين اهي. بص اهي، وهوريها لكم ان شاء الله في طبق التقديم. خليكم معايا. ودي شكل الباميه بعد ما رفعتها من على النار. طبق باميه حلو معتبر. والله وجبه خفيفه جدا وجميله وسهله البلع زي ما بيقولوا. ممكن تعملوا نفس الطريقه دي مع الملوخيه برضو، هبعملها لكم ان شاء الله في فيديو مع اكله تانية باذن الله. طعمها حلو جدا يا جماعه، والله جربوها وصدقوني. الباميه طعمها مش وحش من غير الطشه. الطشه طبعا هم بيعملوها بتبقى معلقه سمنه حلوه كده على النار، وبيحطوا التوميه معاها النيه، وبعدين الكزبره الناشفه، واستنوا لغايه ما تتحمص وروح حاطينها على الباميه. لكن انا بسكيب الحته دي او بكنسل الحته دي، ما بعتبرهاش موجوده عشان اعرف استمتع باكلي ويبقى خفيف وصحي. ودي اللحمه اهي بعد ما حمرتها من غير ولا نقطه زيت. لازم تحمر في طاسه يا جماعه غير قابله للغسل، يعني تيفال مثلا، وهتطلع معاكم بالنتيجه الحلوه دي. قد ايه شكلها حلو، وكمان طعمها ان شاء الله كمان حلو اهي. ده قوامها. تمام اهي. تمام. جميله ازاي. اوكي. وادي السلطه كمان. وجبه حلوه متكامله وطعمها حلو جدا. ما تنسوش يا جماعه اللايك والشير والسبسكرايب عشان اقدم لكم اكلات كتير هتعجبكم جدا جدا الايام اللي جايه باذن الله. ولو في اي اسئله، لو عايزين تعرفوا اي حاجه، انا معاكم في الكومنتس، وعلى صفحتي على الفيسبوك سكر دايت، وصفحتي على الانستجرام @سكردايت، وصفحتي على التيك توك @سكردايت. بحبكم جدا واشوفكم ان شاء الله المره الجايه على خير. سلام.